السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. وداعا لفشل الكيك. شايفين يا جماعة اللون، التسوية، الارتفاع كله مظبوط، كله 100%. شايفين حتى اللي هو يا جماعة اللي هو القعر بتاع الكيكة، يعني مشهي ولونه وطعمه والله جميل. يعني بصي هتاكلي قطعة كيكة كده كأنك يعني والله العظيم بتاكلي حاجة بغاشة، حاجة جميلة جدا كده. طبعا كيكة 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 يعني. أتمنى إن فعلا الوصفة تنور ايدكم وتنفذوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي يا حبايبي. تعالوا نشوف طريقتنا. أنا عندي 4 بيض بحرارة الغرفة، عندي كوباية سكر، عندي كوباية حليب، عندي كوبايتين دقيق، وعندي كوباية إلا ربع زيت، وعندي بيكنج باودر، وعندي فانيليا. أنا بقول لكم نفس الكوباية اللي أنا بعير بيها الدقيق والسكر والزيت. عندي الفانيليا طبعا والبيكنج باودر. تمام. تعالوا نشوف طريقتنا. هحط ال4 بيضات بحرارة المطبخ. مهم جدا يا جماعة، لازم تكون بحرارة المطبخ. هنعملها المرة دي بالمضرب اليدوي. احنا ما عندناش، مش هعمل لا بخلاط ولا هعمل باللي هو المضرب الكهرباء. طبعا بالمضرب اليدوي كده، وان شاء الله هتطلع معاكي جميلة. انا ضربت البيض كويس كده، وبعد كده الفانيليا. تمام. هضربها كده بس الفانيليا مع البيض علشان طبعا ريحته. وبعد كده انا هنزل بالسكر. السكر انا عندي كوباية سكر، عايزة زيادة لغاية ممكن كوباية وربع، مفيش مشكلة. بس بصراحة انا حطيت كوباية عشان بحب السكر يبقى متوازن في الكيكة بتاعتي. اهم بقى، اهم حاجه، انا اسفه، اهم حاجه لازما بقى اللي هو تضربي اللي هي البيض مع السكر لغايه اللون ما يفتح. هي بالمضرب اليدوي بياخد فتره شويه، لكن انت لو هتعمليها في الخلاط مش هتاخد وقت، لو هتعمليها في المضرب الكهرباء مش هياخد وقت، لكن هتعمليها بالمضرب اليدوي هياخد وقت شويه. لكن لازم تحصلي على القوام ده يبقى ابيض كده وفاتح. بعد كده هننزل بالزيت، وممكن برضه تضربيه بالهاند بلندر لو عندك. انا بقول لك الاختيارات كلها. عملناها بالمضرب اللي هو اليدوي، وان شاء الله هتطلع كويسه زي ما انتم شايفين كده. حطيت الزيت وهقلب برضه شويه. بعد كده كوبايه الحليب. الحليب اللي هو عادي، انا مش ساخن ولا حاجه ولا دافي يا جماعه، حليب عادي خالص بدرجه حراره المطبخ. هقلبه برضه شويه. وبعد كده هننزل بقى بالدقيق. قلبناه كويس اهوت. شايفين كل مقدار احنا بقلبه. الدقيق انا طبعا نخلاه قبل كده وهنخله تاني، يعني انا دي نخلاه كده مرتين، مره قبل التصوير والمره دي معاكم اهوت. مع البيكنج باودر. البيكنج باودر قد ايه؟ البيكنج باودر معلقه كبيره. قلبته، هقلب شويه بشويه، انخل كده شويه بشويه وهقلب لغايه ما الدقيق يختفي عندي في السائل، واجي حاطه الكميه اللي بعديها، وهكذا لغايه ما هخلص كميه الدقيق اللي عندي. طبعا احنا قلنا كوبايتين دقيق. لو انت زودتي اي حاجه في السائل لازم تزودي دقيق، يعني ما تحطيش مثلا كوبايه وربع لبن او حليب يعني، او تزودي في الزيت وفي الاخر يبقى الدقيق بتاعك مش مكفي. هتطلع العجينه، هتطلع اللي هي الكيكه طريه زياده عن اللزوم او خفيفه زياده عن اللزوم، فمش هتنجح وياكي في الفرن او النتيجه النهائيه. فالتزمي بالمقادير وان شاء الله الكيكه هتطلع وياكي كويسه. يبقى زي ما انتم شايفين بهدوء خالص، بهدوء خالص كده علشان ما نطلعش الهواء اللي فيها. اهوت انا بنخل شويه بشويه دقيق بحطها لغايه، وهقلب لغايه ما بيختفي خالص في اللي هي المقدار بتاعي. وبعد كده ببدأ انزل بالكميه التانية لغايه ما اخلص الكوبايتين دقيق. لو انت هتضعفي الكميه، انت هتعملي صينيتين نفس الحكايه كده لغايه ما تحصلي على القوام دوت. تمام. القوام كده بتاعها ممتاز. عندي بقى، انا عندي صينيه انا دهناها مدهونه زبده ومبطناها بدقيق، يعني زبده ودقيق. عايزه زيت ودقيق، عايزه سمنه ودقيق، مفيش مشكله. بس انا الزبده يعني بتدي حتى نتيجه في الاخر لقعر الكيكه. طريه كده بتديها يعني وطعم جميل بصراحه. يعني انا بقول لكم الحاجات اللي انا بعملها. بعد كده خبطي خبطتين ثلاثه كده، الفقاقيع الهواء ديت بتطلع علشان تبقى ما فيهاش الكيكه بتاعتك ما تبقاش فيها فقاقيع هواء من جوه، بيبقى فيها ثقوب كده من جوه كبيره، بتبقاش يعني حلوه.
الخبطتين دولت بيبقوا كويسين. وبعد كده دخليها على فرن، هتاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع، على فرن متوسط اللي هو الحرارة 180، من نص ساعة لساعة إلا ربع، وتطلع وياكي بالشكل دوت. مهم جدا التسوية يا حبايبي، أيوة هي بتغيب شوية لكن علشان تطلع وياكي مستوية. وبعد كده هتحطي بقى خلة كده في نص الكيكة، مش في الحرف بتاع الكيكة، في نص الكيكة طلعت كويسة خلاص، يبقى معاكي الكيكة بتاعتك انت كده مستوية. أهم حاجة تجربيها من النص مش من الجنب. ويبدأ بقى كده ايه قطعيها، ونشوف بقى يلا الكيكة كده ايه مع بعض. شايفين قطعتها اهيت، شايفين الجمال جميلة الرقبة، انا بقولك شايفين بقى حاجة تحفة تحفة بجد، يعني كيكة جميلة جدا ممتازة. التسوية اللون بتاعها يا جماعة، والله انا ما فتحتش الشواية ولا حاجة، هي كده خدت اللون بتاعها طبيعي عادي خالص يعني في التسوية بتاعتها. ما شاء الله، يعني انا ما جريتش حاجة في الفيديو، يعني انتوا بتحبوا، يعني انا على طول بجري فيديوهاتي، بس انا قلت الكيكة ديت انا هسيبها لكم يعني من غير ان اجري الفيديو ولا حاجة، عشان تشوفوا بنفسكم المقادير بالظبط والتسوية بالظبط. اتمنى فعلا ان هو الفيديو ينور رضاكم ويعجبكم. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك في قناتي، اضغطوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.